إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا حيصيروا 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا حيصيروا 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا حيصيروا 10,000. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا سنذهب إلى سوريا. كنا نتكلم، هي آية من آيات الشيطان، يعني علامة من علامته. كنا نتكلم مثل هذا التصريح ليكون لإسرائيل أو يكون للصهاينة في فلسطين المحتلة. لم نسمع مثل هذا إطلاقا لتحرير فلسطين. يا من ستلقونها في البحر، تلقون الصهاينة إلى سوريا، سترسل 1000 و2000 و15. سترى، واشهدوا معي واكتبوا هذه الشهادة، سترى بعد ذلك بإذن الله عز وجل. وعجبني في التقرير قوله: فرغت الجبهة مع إسرائيل، وأنا أقول مع المحتلين لفلسطين، فرغت الجبهة ووجهتها للتكفيريين. التكفيريون في سوريا، يعني أقصد الثوار، إذا كانوا يكفرونك ويكفرون ملتك، أهل ملتك، وهذا سميتهم بالتكفير، فعندي سؤال حبذا لو تجيب عنه. ما رأيك بمن يكفر الصحابة؟ هل يعد عندك تكفيري؟ المشكلة أنك أصابك ما أصاب العاهرة، يعني ما تستطيع أن تتكلم بما فعلت من جرم. فأقول لك عجب، لم يطرح علينا سؤال نحن أهل السنة والجماعة إلا وأجبنا عنه، وما طرحنا سؤال على الشيعة وصار عددهم 340 سؤال، لم تجيبوا عن سؤال واحد. ونحن الآن نطرح عليك هذا السؤال وغيره من الأسئلة. هل الذي يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وخالد بن وليد وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الصحابة اللي يكفرون عندك تكفيري أم لا؟ طيب ما تجيبوا لك الآن، ابهب أن الثوار يكفرونك، إذن هم تكفيريون. طيب أنا وافقتك. طيب اللي بيكفر هالأمة كلها وبيكفر أهل السنة كلهم، هذا تكفيري؟ أنت يلزمك أمرين: لا تغضب. أنا شايفك اليوم حقيقة غضبان، وشايف وجهك اليوم مثل مقعدة السعدان القرد من الغضب حقيقة. يعني أي واحد ينظر لك وجهك والله يقرأ فيه الخوف، يقرأ فيه الجبن، يقرأ فيه اللؤم، يقرأ فيه الحقد. طلع صوته، طلع صورته، طلع صورته، شوفوا اقرأوها، طلعوا كيف. يعني كمان الصور تقرأ. شوف ترى فيه الحقد، ترى فيه، لا مو هذه اما كان عمامي ايه يحركوا شباب. ايوه بس شوفوا، لاحظوا نعم بس يكفي. ترى فيه الحقد الدفين. لم يتكلم مع إخوانه اليهود مثل هذا الكلام، ولكن تكلم مع الذين قالوا يريد معمولها. الآن الشعب السوري، خلينا نقول نصف الشعب السوري، يا سيدي ثلث مع الثورة وثلثين مع النظام، تريدوا بهذا؟ وافقنا. الثلث هذا التكفيريون هم أعداؤك. وددنا أن يعني تنتبه إلى عدوك الحقيقي، وهو اللؤم والحقد على هذه الأمة الإسلامية. وإن غدا لناظر قريب، وننتظرك في سوريا أو انتظرنا في
عقر مخبئك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.